السلام عليكم. اسباس سمية وماما عاد. اليوم غنقدم لكم واحد غريبه، نتمنى من الله تعجبكم. عندنا في المقادير هنايا كاس ديال الزيت، كاس السنيده رقيقه، وعندنا هنايا كاس الجنجله مقلي ومطحون، كاس ديال اللوز خضر هكاك بقشور، كاس ديال الكاوكاو مقلي ومطحون، وعندنا هنايا 3 البيضات، ونص ربعه ديال الزبده رطبه. هذيك الزبده رطبه في حراره المطبخ، شويه د الملحه. وعندنا هنايا الطحين 700 غرام، ولينا حتى نشوفوا شحال غادي تهز لينا. 2 باكيتات الخميره. ونبداو بسم الله الطريقه. غادي نديروا الزبده، غادي نزيدوا السكر على الزبده. بسم الله. غادي ندير يديا لان الزبده سدت لك مع السكر. دابا غادي دلكت الزبده مع السكر. دابا غنزيد عليها البيض، 3 البيضات. دابا غنزيد الزيت، نزيد هذا كاوكاو، نزيد هذا اللوز، الزنجبيل، دابا غادي نزيد الطحين. الطحين غنشوفوا على حسب، نشوفوا شحال غادي تهز لينا. دابا عندي 700 غرام هنا. نزيد الخمارات، نجمع الطحين على حسب، نشوفوا شحال غادي تاخذ لينا ديال الطحين. دابا غادي نزيد الطحين، نكمل ديك 700 غرام اللي كانت عندي، شتا دخلتها. هي ما تخصش تجي قاصحه بزاف، هذه خصها تجي شويه العجينه مرخوفه. غادي نزيد هاد شويه اللي بقى ديال الطحين على ديك 700. صراحه البارح زدت لينا 700 غرام ديال الطحين.
العجينه دابا هي كملتها، هي جمعتها. دابا عندي هنا شويه السكر كلاصي، انا ما قلتوش في المقادير نسيتو. يديا نبدا ندوزهم شويه، غير يديا هكا شي شويه في هذا في ماء الزهر، ونكورو نديرو كويرات على حسب كل واحد القياس اللي بغا. نحطهم في السكر. دابا هما درناهم في السكر، غندير نحطهم نستفو في اللاطه ديالنا. نبعدهم شويه باش ما يديروش مع بعضياتهم، لان غادي يطرخا شي شويه. نكملوا هكا تنعمروا اللاطه ديالنا، ومن بعد ندخلوها للفران. غنطلقوا تشوفوا 30. اللاطه ديالنا دابا هي كملناها، غليبه ديالنا كورناها والفران راه سخن. دابا غندخلوها للفران، نديروها في الفران، من بعد نطيبوها من الفوق حتى تشقق لينا، عاد ننزلوها لتحت، نشعلوا عليها لتحت، ومن بعد نطفيو. السلام عليكم. الغريبه ديالنا هي بعد ما جبدناها من الفران. نتمنى من الله تعجبكم، واللي عجباتو يجربها. ومره اخرى ان شاء الله نتلاقاو في شي حاجه، شي فيديو اخر ان شاء الله، مع سميه.